اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، بكره اول يوم في رمضان، ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. انا قلت بقى ايه، اقوم احضر معاكم كده شويه تحضيرات هتنفعني ان شاء الله باذن الله لبكره. اول حاجه حطيت كده في الكبه 4 بصلات كبار، وابتديت ان انا اضربهم كده في الكبه، بس كانت الكبه مش عارفه، حاسه ان هي ما كانتش شغاله. بعد كده لقيتها الحمد لله اشتغلت والدنيا مشيت تمام. كده حلة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة. طبعا الناس كلها اول يوم رمضان بتحب تعمل محشي، انا الوحيدة بصراحة ما بعملش محشي. بحب اعمله تاني يوم، يعني ما بفضلش اول يوم، مش عارفة ليه. فطبعا زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض بكرة ان شاء الله اكل حلو جدا. بس انا قلت احضر من خطوات الاكل دي كام حاجة كده، علشان ما يبقاش بكرة اليوم متكدس وزحمة علينا. واول يوم ده طبعا بيبقى اول يوم صيام، بيبقى صعب شوية يعني وكده. واللي مصدع واللي مش قادر، والجو زي ما انتم شايفين كده محرر، فبيحسسك ان انت وخمانة او كسلانة. فقمت بقى انشط نفسي كده وابتدي احضر نص يعني الاكل بمعنى الاصح. خلاص كده هنسيب البصلة بس كده 5 دقايق مع السمنة. كده بعد ما البصلة بتاعتي اتبلت كده شوية، هنزل عليها بكيلو من اللحمة المفرومة. طب مش كيلو كتير؟ لا مش كتير، انا هعمل ان شاء الله باذن الله بكره بطاطس محشيه، وكمان هنعمل جلاش محشي. فالكيلو كويس جدا على قد اللي احنا طبعا هنعمله. هبتدي بقى اقلب اللحمه مع البصله لحد ما تاخد صدمه. انا ما بحطش البهارات دلوقتي خالص غير لما اللحمه بتبقى خلاص ابتدت ان هي تدخل على مرحله السوى. بقى كده ادي اللحمه بتاعتي داخله على مرحله ان هي خلاص هتستوي. هعمل ايه؟ هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، شويه من الملح واظبط بقى الملح بتاعي. وكمان هننزل بشويه من الكزبره الناشفه، انا بحب الكزبره الناشفه زي ما انتوا عارفين، مع اللحوم او مع الفراخ. وكمان هنزل بشويه من البهارات المتشكله. البهارات المتشكله بتغنيكي عن ان انت تحطي كذا بهار. ادي اهو حبه من البهارات المتشكله، وحبة بقى من الفلفل الأسمر. وهبتدي ان انا اقلب كل ده كده في قلب بعضه، وهسيبه لغاية ما يتشرب من البهارات كويس قوي. وبعد كده هنطفي على اللحمة، يعني مش هتاخد بتاع 10 دقايق ربع ساعة وهتكون تمام. بقى كده تاني حاجة، انا هعمل بطاطس محشية ان شاء الله بكرة. محشية لحمة. فاحنا بنجيب البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي المدملجة شوية. في ناس بتحب الاصغر، في ناس بتحب الاكبر، كل واحد على حسب طبعا ما بيحب. بس بنقول خير الامور الوسط، اللي هي تبقى بصي مدملجة كده. هجيب 2 كده من الكيس وهوريهم لك، ونبتدي ان احنا نقشر البطاطس بتاعتنا كده ونحطها بقى في طبق. اهي هنغسلها وهنقورها وهنرجع تاني نغسلها. اهي شايفين، هي دي البطاطس الحلوة اللي انت تقدري ان انت تحشيها. في ناس بتحب حجمها اكبر من كده شوية، بس طبعا كل واحد وراحته. كده خلاص ادي اللحمة بتاعتنا اللهم بارك خلاص استوت كده. هبتدي ان انا اطفي عليها واركنها على جنب، ونروح نعمل حاجة تانية. بقى كده اللهم بارك هنسمي الله، وهنبتدي ان احنا نقور البطاطس بتاعتنا. في ناس كتير بتقولك انا ما بعرفش اقور البطاطس او الكوسة او البتنجان. بصي حاولي تخلي مقوارك ما ينزلش للاخر خالص، يعني حاولي تخلي فيه بتاع 2 سنتي 3 سنتي بين المقوار وبين اخر البطاطساية او اخر البتنجانية، او على حسب انتي بتقوري ايه. تمام. واللي قبل بقى من كل طبعا بنسمي الله، بنقول بسم الله. التسمية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى دي بتسهلك الامور كلها. وبنبتدي نقور كده زي ما انتوا ما شايفين. التقوير سهل مش صعب والله، بس هي البطاطس بتفرق بقى. لو بطاطس مرملة بتبقى فيها سنة نشوفة شوية، ولما تيجي لو هتعمليها مثلا بطاطس محمرة ممكن بتتكسر منك. فهي هنا يعني ناشفة معايا كده شوية بسيطة، يعني مش كتير. وطبعا انا علشان ايدي واخده على التقوير، واخده على كل بصوا هنا بيبقى في حته كده جوه، ساعات بتبقى معاكي كده لازقه، بالراحه كده تطلعيها. طبعا انا علشان ايدي واخده على التقوير فخلاص. اهي بصوا ادينا طلعناها كده، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اهي متقوره تمام التمام. هخلصهم ونشوف برضو هنعمل ايه تاني. بقى كده حطيت الطاسه على النار، وطبعا رجعت غسلت البطاطس تاني وصفيتها خالص من الميه. وهنبتدي ان احنا نحمرها، بتتحمر معانا نص تحميره، ما تنسيش ان هي لسه هتتحط معاكي في صلصه.
فبنحمرها بالظبط كده زي ما بنقول ايه نص تحميرة كده هتشوفوها. هنحمر طبعا الكمية اللي معانا كلها. وهنعمل حاجة كمان، نحضر بقى العصاير بتاعتنا. وهتكلم تاني على عصير الخروب عشان ناس كتير سألتني عليه، هعيده معاكم تاني وهتكلم معاكم عليه تاني. تعالوا بقى نعمل الاول اول نوع عصير. حله كبيره كده حطيت شويه من العناب او الكركديه. وطبعا زي ما قلت لكم العناب ده او الكركديه بيخرط معاكي كويس جدا. وقلت لكم برضو في الفيديو اللي فات على مكان الراجل، قلت لكم احنا اسكندريه المنشيه سوق الحقانيه جنب نبار بتاع اللحمه اولاد السكران، عندهم كل حاجه هنا. خلاص حطيت عليه التمر الهندي اهو، بحب اعمل العناب مع التمر. حطينا المية على العناب. تعالوا بقى نعمل شوية بقى كده من الخروب. هعيد تاني بقى الخروب، كوباية من الخروب عليها كوباية كبيرة من السكر، عليها هو لترين من المية. في الحلة اللي انتوا شايفينها دي، الحلة بتاعتي دي مش كبيرة، دي حلة متوسطة. علشان خاطر ناس كتير قالت لي انتي ما ردتيش علينا في كمية المية، بس انا رديت عليكم والله في التعليقات، اخواتي اللي على الفيس رديت عليكم وقلت لكم على فكرة على كمية المية. هنفضل نقلب فيه كده لغاية ما السكر يبتدي يتكرمل شوية بقى كده. زي ما انتوا شايفين ادي العناب على العين، وادي احنا هنا بنقلب في الخروب بتاعنا لغاية ما السكر يبتدي ياخد اللون البني، يعني يسيح معاكي بمعنى الاصح. انا بقى كده زي ما انتوا شايفين السكر ابتدى ان هو ياخد لون معايا او يسيح كده معايا. هنزل بقى بلترين المية بتوعي وهسيبه لما يغلي. وهنبتدي بقى ان احنا طبعا هيغلي معانا غلوتين 3، وهقوم طافية عليه، ما بياخدش منك وقت في الغليان. وفي نفس الوقت هرجع اقولك تاني ما تكتريش السكر بتاعك، لان الخروب اصلا بيبقى هو محلي. ولو نزلتي المية وحسيتي ان هو جمد كده، بالراحة واحدة واحدة هيفك معاكي، زيه زي ما تكوني بتعملي كده كراميل بالظبط. بقى كده كنا خلاص خلصنا. ادي اللحمة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا. وادي كمان بصوا هنا، يعني انا بوريكم هي ما شاء الله مفرفرة كده وحلوة. وادي العصاير بتاعتنا، ادي العناب وادي الخروب. طبعا انتوا شايفين اهو الخروب تقيل برضو مش خفيف. احنا حطينا العناب بقى مسكنا الخروب، ادي الخروب بتاعنا اهو، حاجة بسم الله ما شاء الله. كده انا وفرت اعتبر في نص الوقت معايا. وادي البطاطس شايفين متحمرة وحلوة ازاي. هنحط عليها ورقة استريتش وهنحطها عادي على الرف في التلاجة. ونفس الحكاية اللحمة. وبكرة ان شاء الله نكمل مع بعض، انتظروني في بقية الفيديو بإذن الله.